Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-babu tsani fi takmilihi khalqan wa khuluqan. Amma jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam faqad ja'at al-atharu as-sahihatu bidhalika min hadithi Ali wa ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum wa Jabir radhiyallahu anhuma wa ghairihim radhiyallahu anhum annahu kana azhar al-lawn أدعج أي شديد سواد العينين أنجل أي واسع العينين أشكل في عينيه بياض وحمرة أهدب الأشفار أي طويلها أبلج أي بين حاجبيه بياض أزج أي طويل الحاجبين مع تقوس أقنى أي مرتفع وسط الأنف أفلج مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف أي طويل الأصابع أنوار المتجرد دقيق المسروبة وهي الشعر النابت بين الصدر والسرة ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أي داخل بعضه في بعض من القصر ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله أي كان أطول منه رجل الشعر أي ليس بجعد ولا سبط إذا ضحك افتر عن مثل سن البرق وعن مثل حب الغمام أي بر وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه أحسن الناس عنقا ليس بمطهم أي مسترخي اللحم ولا بمكلثم أي قصير الذقن متماسك البدن قال علي رضي الله عنه من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة رضي الله عنه كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد قال له رجل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف فقال لا بل مثل الشمس والقمر وقالت أم معبد رضي الله عنها في بعض ما وصفته أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس فعرقا فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وعن جابر رضي الله عنه أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف ذلك من طيبه قال ابن راهويه رضي الله عنه تلك كانت رائحته بلا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب الشافعي رحمه الله طهارة فضالته لأن بركة الحبشية رضي الله عنها شربت بوله فقال لها لن تلج النار بطنك وفي رواية لم تشتكي وجع بطنك أبدا ومص مالك بن سنان دمه فقال لن تصيبه النار وشرب عبد الله بن زبير رضي الله عنهما دم حجامته فقال له من خالط دمه دمي لم تمسه النار أبدا ولم يأمر أحدا من هؤلاء بغسل فم ولا نهاه عن عود وولد مختونا مقطوع السرة وأما وفور عقله وفصاحة لسانه فأشهر من أن يذكر قال وهب بن منبه رحمه الله قرأت في 71 كتابا ووجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا
وفي رواية إن الله سبحانه وتعالى لم يعط الناس من بدء الدنيا إلا انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من رمال الدنيا. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخص ببديع الحكم يخاطب كل قبيلة بلسانها، ومن كلامه المعتاد: لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له، ما هلك امرؤ عرف قدره، رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، اتق الله حيثما كنت إلى آخره، السعيد من وعظ بغيره. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غايتي وتزكي بها علمي وتلهمني بها رشدي، إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر من أدعيته وخطبه ومخاطبته ووصاياه صلى الله عليه وسلم. وقال له بعض أصحابه: ما رأيت الدهر أفصح منك، فقال: بيد أي غير أني من قريش ونشأت في بني سعد. وأما قوة حواسه فيدل لها الحديث الصحيح: إني لأراكم من وراء ظهري. وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والأخبار كثيرة في رؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة والشياطين، ورفع النجاشي له حتى صلى عليه، وبيت المقدس حين وصفه لقريش، والكعبة حين بنى مسجده بالمدينة، وكان يرى في ثريا 11 نجما وكلها رؤية عين. وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ابن أسيد في الجاهلية 3 مرات، وصرعه مع أنه كان من قوته يقف على جلد البقرة ويجتمع أشرة لينزعوه من تحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، وكان أشد أهل زمانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أسرع من مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. وأما شرف نفسه صلى الله عليه وسلم فيدل له حديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح صلى الله عليه وسلم في السفينة، وقذف بي في صلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. وأما قلة أكل فلما فيه من النشاط والصفاء الخاطر. وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم عليه السلام وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم عليه السلام لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعن عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل، وما سقوه شربا. ولا يرد في ما في حديث بريرة من قوله: ألم أرى البرمة فيها لحم، قالوا إن فيها لحما تصدق به عليها، لأنه أراد أن يبين لهم الحكم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وأما قلة نومه صلى الله عليه وسلم فتشهد به الأحاديث، فقد قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وكان نومه على الجانب الأيمن،
لأن القلب يبقى معلقا فتسرع الإفاقة. وقال لقمان رضي الله عنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. وأما النكاح فمن كمالات البشرية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل هذه الأمة أكثرها نكاحا، يشير إليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: تناكحوا فإني مباه بكم الأمم. وإنما أثنى الله على يحيى بكونه حصورا لقمعه الشهوة مع كونها موجودة فيه، فالثناء على منعه نفسه من الشهوات. وإلا فالنكاح درجة عليا في حق من قدر عليها ولم تقطعه عن العبادة كنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدور على نسائه في الساعات من الليل أو نهار وهن 11، وأعطي قوة 40 رجلا. وكان لداود عليه السلام مع زهده 99 امرأة، ولابنه سليمان 1000 امرأة، 300 من الأحرار و700 سرية. وأما أخلاقه الحميدة فقال سبحانه وتعالى فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. نعم، ذكر في الباب الثاني رضي الله عنه سيدنا القاضي، قال: في تكميله خلقا وخلقا، أي في كمال خلقه صلى الله عليه وسلم من الله وليس بالكسب. فالقاعدة أن ما كان لرسول الله ممكن نغلق هذه المروحة. نغلق هذه. أن كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المظهر ومن المخبر كله من خلق الله فيه طبعا لا كسبا. فبدأ بجمال الصورة، فقال بأن الآثار الصحيحة جاءت بأن صلى الله عليه وسلم كان على الكمال في صورته، في العين، في الجبين، في الأهداب، في الحواجب، في الأشفار، في الشفايف، في كل شيء صلى الله عليه وسلم كان على الكمال. فإذا أردت أن تتكلم عن مقاييس الجمال فهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت أن تقول كم نسبة الجمال في النبي، الجمال مصدره النبي، وليس الجمال هو الذي أتى للنبي. الجمال مصدره ومصنعه هو رسول الله. وما جمال سيدنا يوسف الذي أوتي نصف الحسن ونصف الجمال إلا من رسول الله، من هذا المصنع. فرسول الله الجمال كله، وهو مصنع الجمال، وهو مقياس الجمال عليه الصلاة والسلام. Dan dalam kitab ini memulakan kesempurnaan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar merupakan bahagian daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah jadikan Nabi Muhammad SAW itu ialah kesempurnaan yang paling menyeluruh. Bahkan apabila ditanya nisbah perbandingan keindahan Nabi SAW dengan sesuatu, maka Syekh mengatakan Nabi SAW itu ialah sumber keindahan itu sendiri, yang Allah ciptakan makhluk yang menjadi sumber keindahan kepada makhluk yang lain. Bahkan keindahan Nabi Yusuf alaihissalam itu pun masih lagi mengambil daripada keindahan Nabi Muhammad SAW yang lebih sempurna. Maka Nabi SAW itu tidak menerima keindahan, tetapi Nabi SAW itu memberi keindahan kepada yang lain. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنك ترى فيه الشيء وضده، يعني ترى فيه طويل
وتراه بأنه لم يكن طويل بل كان قصير. هل هو طويل أم قصير؟ إذا رأيته منفردا قلت هو ليس بالطويل كثيرا وليس بالقصير كثيرا، هو وسط. وإذا رأيته بين رجلين طويلين هما أطول من رسول الله لم ترى رسول الله أقصر منهما، بل ترى رسول الله أطول منهما، فترى فيه الشيء وضده. إذا أراد أن يمشي أسرع الناس، ولكنك لا تجده يهرول، هو يمشي باتزان من غير حركة يدين بطريقة عشوائية أو بطريقة سريعة، هو يمشي بهدوء أعضاء مع أنه سريع، شيء وضده. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. Dalam keindahan Nabi SAW itu seolah-olah terhimpun dua perkara yang saling berlainan. Dua perkara berlainan. Terhimpun dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Maknanya sempurna di tengah-tengah. Kerana terlalu tinggi pun menampakkan kekurangan, terlalu rendah pun menampakkan kekurangan. Maka diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna pada kejadiannya ketika bersendirian, tetapi ketika bersama dengan sahabat yang lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kelihatan lebih tinggi daripada mereka. Itu keistimewaan Nabi SAW. Diri Nabi SAW tidak nampak tinggi macam tinggi lampai, tetapi bila bersama dengan orang yang tinggi lampai, Nabi SAW itu lebih tinggi daripada mereka. Kelihatan begitu. Bahkan Nabi SAW itu jalannya sebenarnya tenang. Nabi SAW itu jalan dalam keadaan tenang. Tetapi jalan dalam keadaan tenang itu laju. Sebab orang kalau jalan berkeadaan laju ni, dia nampak macam kelang kabut. Tapi Nabi SAW itu jalan laju tapi tenang. Terhimpun ketenangan dan laju dalam masa yang sama. Itulah antara kesempurnaan Nabi SAW. من خصائصه أنك ترى فيه الشيء وضده صلى الله عليه وآله وسلم. قالت إذا رأيته من بعيد تهابه، له هيبة وجلال. إذا رأيته من بعيد له عظمة، وإذا اقتربت منه قليلا فإنك تحبه وتأنس به وتشعر بالألفة معه ولا تخاف منه. كيف هذا الجلال وهذه الهيبة، وكيف هذا الجمال وهذا الود وهذه المحبة وهذا الأنس. هذا هو رسول الله، فيه شيء وضده. هو يعرق صلى الله عليه وآله وسلم، والعرق من طبيعته أن رائحته ليست جميلة، رائحته سيئة، لكن عرق النبي رائحته طيبة، فيه الشيء وضده. عرق رائحته جميلة، كيف هذا؟ إنه رسول الله. Dalam makna berhimpun sesuatu dan lawannya juga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika dari jauh kelihatan ada wibawa, yang orang takut untuk melihat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada haibah, ada wibawanya. Jadi takut untuk mendekat kalau lihat dari jauh. Tapi apabila mendekat, makin ingin mendekat. Cinta, suka untuk sentiasa mendekat. Jadi tergabung antara jalal dan jamal, keindahan dan kebesaran. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada peluh, tetapi berhimpun dalam peluh itu wangi yang mengalahkan minyak wangi. Jadi terhimpun peluh dan wangi dalam masa yang sama. Jadi itu antara bentuk-bentuk pada diri Nabi sesuatu dan lawannya. ومن خصائصه وأمثلتها في الشيء وضده أنك تراه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج منه ما يخرج من بني آدم، يخرج منه الدم ويخرج منه البول، ولكن الدم والبول من بني الإنسان نجس ومستقذر، ومنه صلى الله عليه وآله وسلم طيب طاهر، من شربه حرمت عليه النار، من شرب من دمه أو من بوله حرم على النار.
وأصابه الشفاء في بدنه، وقد شربه بعض الصحابة ليس واحد أو اثنين، وعندما شربوا شفيت بطونهم ولم يصبهم مرض بعدها أبدا. ريقه الشريف وضعه على العين لأحدهم فشفيت. هذا الريق يستقذر منه، لكنه من رسول الله يطلب ويراد. الشعر، نحن إذا حلقنا شعورنا عند الحلاق يسقط على الأرض ويكنس بالمكنسة إلى الباسكت. رسول الله لا يقع شعره على الأرض. إذا أراد أن يحلق تجد الصحابة يلتفون حوله ينتظرون متى يقع الشعر في أيديهم وليس على الأرض. خالد بن الوليد كان يضعه تحت عمامته ليكون معه، وما زال الناس يتداولون شعر النبي بينهم يضعونه فوق رؤوسهم. هكذا هو النبي، إذا أراد أن يخرج ريقه أو بصاقه الكل يتلقفه، وإذا أحدنا أراد أن يبصق فإنه يتحاشى أن يفعل ذلك في وجه الناس، بل يفعله على جنب وإلى أسفل وفي منديل. ورسول الله ليس كذلك عليه الصلاة والسلام. Begitu juga apa yang ada pada diri Nabi SAW tidaklah keluar, melainkan ianya suatu perkara yang mulia dan tidak seperti manusia yang lain yang dianggap sebagai najis, bahan perkumuhan. Kalau kita air kecil besar itu semua ialah najis, tapi apa yang daripada Nabi SAW itu ialah mulia. Hatta orang minum darah Nabi SAW pun ada yang sembuh sakit perutnya, bahkan tidak dibakar oleh api neraka. Dan ini kelebihan. Bahkan peluh Nabi SAW juga dibuat minyak wangi dan dibuat syifa, penawar. Bahkan kita kalau lebihan rambut-rambut kita yang dipotong itu di kedai orang sapu, masuk dalam tong sampah. Tetapi rambut-rambut Nabi SAW itu kalau dipotong tidak sempat jatuh ke tanah, kerana para sahabat berebut untuk mengambil rambut-rambut tersebut. Jadi ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Nabi SAW. وكان مجبولا على الأخلاق الحميدة كسائر الأنبياء. قال معمر رضي الله عنه: كان يحيى عليه السلام ابن 2 أو 3 فقال له صبيان: ألا تلعب؟ فقال: لم نخلق للعب. وتكلم عيسى عليه السلام في المهدي. وأوتي سليمان عليه السلام الملك وهو ابن 12 عاما. وامتحن إبراهيم عليه السلام بإلقاء في النار وهو ابن 16 سنة. واستدل بالكواكب وهو ابن 15 سنة. وأصل الكمالات العقل. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه سواه. قال الله سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى: خذ العفو الآية. فلما نزلت سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها فقال: حتى أسأل العالم. ثم أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال عائشة رضي الله عنها: الأنبياء عليهم السلام جميعا كما ذكر هنا بأنه ابن 3 سنين فعل كذا، وابن 12 سنة فعل كذا، وابن 16 سنة فعل كذا. سيدنا عيسى وسيدنا سليمان وسيدنا إبراهيم كلهم كانوا في ذلك السن، 3 سنين و10 سنين و12 سنة و15 سنة، وكانوا بهذا العقل وبهذه الجودة والحكمة وبهذه القيادة والتحكم. هذا لم يكن من باب التربية، لم يتدرب على ذلك عند أبيه أو عند معلمه. هكذا خلقهم الله الأنبياء. هذه قاعدة في كتاب الشفاء فيما يتعلق بعصمة الأنبياء وفيما يتعلق بخصائصهم، أنهم هكذا يخلقون كاملين موفورون في كل شيء، في العقل، في البدن، في الكرم، في الخلق، في الأخلاق، في الجود، في كل شيء. هم كمال في كمال في كمال. خلقهم الله فعلمهم
وعلمك ما لم تكن تعلم، هكذا دفعة واحدة علمه كل شيء، فيكون ابن 12 سنة ويقضي بين الناس ويحكم ويعرف كل شيء. كيف تعلم؟ الله علمه هكذا، ويستطيع أن يفعل كل شيء لأن الله أعطاه كل شيء. هذه من خصائص الأنبياء. Dan karakter akhlak Nabi SAW atau sifat kesempurnaan mereka bukanlah sifat yang terhasil daripada didikan. Mereka itu memang Allah SWT jadikan kehebatan mereka hatta dari zaman kanak-kanak itu ialah memang diri mereka yang Allah ciptakan sebegitu. Tidak dididik oleh bapa mereka, tidak dididik oleh persekitaran. Mereka itu memang Allah ciptakan kesempurnaannya itu daripada Allah langsung. Itulah yang disampaikan dalam kitab Asy-Syifa ini, bahawa kesempurnaan Nabi SAW tidak diambil daripada persekitarannya dan tidak juga diambil daripada pendidikan mana-mana. وقالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله سبحانه وتعالى فينتقم لله بها. ولما كسر رباعيته وشج وجهه في أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا لو دعوت عليهم فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولما تصدى له ابن الحارث وتحت شجرة قائلا ليفتك به فانتبه صلى الله عليه وسلم وهو قائم والسيف صلت فقال من يمنعك مني فقال الله سبحانه وتعالى فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فعفى عنه فرجع إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس وروي أنه أسلم. وعن أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجبذه أعربي بردائه جبذة شديدة أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك لا من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال مال الله وأنا عبده. ثم قال يا أعربي ويقاد منك ما فعلت؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعيره شعير وعلى الآخر تمر. وعفوه وصفعه صلى الله عليه وسلم معلوم من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وتجد كثيرا مما يتصدرون لدعوة الناس يشدد دائما في العبادات وفي الأوامر، ولا تجده أبدا يأخذ بالسهل من الدين، مع أن النبي إذا خير بين أمرين اختار الأسهل والأيسر، لا يختار الأشد. إذا قرأت في كتب تراجم الرجال وسير الأقدمين ترى من يقول لك بأنه كان متزهدا، كان متخشنا، كان لا ينام الليل، كان هذه عبادات شخصية، هذا طبع شخصي. أما النبي فهو رجل أمة يقول للناس خذوا بالأسهل، لأن الناس ليس كلهم يستطيع الشدة، الناس تريد من يرفق بها. لذلك بدأ الله 113 من السور في القرآن الكريم بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، أي بالرحمة واليسر والسهولة. ولذلك هذه الشريعة بنيت على اليسر، وجاء النبي لييسر لنا لا ليشدد علينا. Nabi SAW itu ketika diberi pilihan untuk memilih, maka Nabi SAW akan memilih yang paling mudah. Begitulah sifat Nabi SAW yang sentiasa memberi kemudahan kepada orang lain. Bersalahan dengan setengah pendakwah yang sentiasa memberi susah kepada orang dan menekankan orang kepada benda-benda yang susah untuk dipraktikkan. Nabi SAW tidak begitu. Kalau kita baca kepada tarajim
biografi ulama-ulama ataupun salaf terdahulu, mereka kalau tekun dengan bersusah payah itu untuk diri mereka, bukan kepada orang lain. Tidak menekan orang dengan perkara-perkara yang membebankan sehingga mereka lari daripada agama. Nabi SAW itu sentiasa memberi pilihan yang memudahkan kepada para sahabat supaya tidak terbeban dengan ajaran baginda Nabi SAW. Dan Al-Quran juga itu 113 surah itu semuanya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan unsur yang paling dominan dalam agama Islam ialah unsur rahmah, berlemah lembut dan berkasih sayang kepada sesama orang Islam. وأما جوده صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100، وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله. وحمل إليه 70,000 درهم فوضع على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء لكن ابتع علي أي استأذنا وأنا أقضي عنك، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره ذلك. وقال رجل من الأنصار أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت. وأما شجاعته صلى الله عليه وسلم فأظهر من الشمس. ففي الحديث عن البراء رضي الله عنهما وسأله رجل أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. وقال لقد رأيت على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قيل فما كان أحد يومئذ أشد منه. ولما جاء أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا. وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يومئذ شد أبي بفرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي خلوا طريقه. وتناول الحربة من الحارث بن صمة فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تردى منها عن فرسه، وقيل كسر ضلعا من أضلاعه. فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس بك. فقال لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني فمات في الطريق. وأما الحياء فروى البخاري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل ما يكرهه لم يقل ما بل فلان يقول كذا ولكن يقول ما بل أقوام يصنعون أو يقولون كذا ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وكان لا يثبت بصره في وجه أحد حياء منه. وأما حسن عشرته صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وما زائدة لتوكيد لانفضوا لتفرقوا ومعناه أن لينه رحمة بالناس ولطف. وقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم معاشرة. اللهجة اللسان والعريقة الطبيعة. وقال عبد الله بن حارث رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان يقبل الهدية ولو كانت قراعة. وكان كثير البشر سهل الملاقة، يمازه أصحابه ويحادثهم ويلاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، ويبدأ بالمصافحة ويكرم من يدخل عليه ويؤثر بالوسادة، وربما بسط له ثوبه وما أخذ أحد بيده فيرسلها منه حتى يرسلها الآخذ. وأما شفقته صلى الله عليه وسلم فمنها تخفيفه على أمته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. ونهيهم عن الوصال ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا من عظيم شفقته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحقائق التي هي من خصائصه أن الشيء يكون فيه خلقا من الله طبعا، كما ذكر أهل التوحيد في باب النبوات. ودليل ذلك ما استدل به القاضي عياض في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال هنا: فبما رحمة من الله. ماذا حدث؟ لنت لهم، أي برحمة من الله فيك غرزت وصنعت، كان نتيجة ذلك لين منك في الخلق. فبما رحمة من الله خلقت فيك يا محمد. قال له: لنت لهم، ولو لم يجعل الله الرحمة فيك لكان فيك غلظ. لنت لهم ولو كنت فظا غليظا، أي لو لم أجعل فيك الرحمة لكنت فظا غليظا، ولكانت النتيجة أن ينفض الناس من حولك. فالرحمة فيك مخلوقة طبعا. Jadi dalam perkataan Nabi SAW tadi, ringkasnya Nabi SAW jadi sifat Nabi SAW ini Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Antaranya ialah kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan Nabi itu lemah lembut, maka larilah orang-orang yang dikelilingnya. Itu menunjukkan bahawa Allah SWT yang memang memilih Nabi SAW dengan karakter yang mulia, dengan rahmat yang luas, sehingga kalau memang Nabi bersifat dengan sifat kekurangan, maka yang memang tidak selayaknya bagi Nabi SAW akan larilah orang di sekeliling Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa segala sifat-sifat termasuklah rahmat dan sebagainya ini ialah pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. وأما وفاؤه بالعهد وصلة الرحم فيدل عليه أحاديث، منها ما رواه أبو داود رضي الله عنه في السنن أن امرأة دخل عليه فهشى لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: وفد وفد للنجشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال أصحابه: نحن نكفيك. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإن أحب أن أكافئهم. ولما جاء بسبي هوازن وفيه أخته من الرضاعة واسمها شيماء بسط لها رداءه وخيرها في المقام أو الرجوع، فاختارت قومها فمعتقها فمتعها وأرسلها. وعن ابن عمر وعن عمر بن سائب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه ففرش لها فجلست، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام وأجلسه بين يديه. وأما تواضعه فحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. فقال له إسرافيل: إن الله أعطاك بما تواضعت، إنك سيد ولد آدم وإنك أول من تنشق الأرض عنه وأول شافع. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجته تلك 100 بدنة. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول رضي الله عنه في قوله حديث النبي في البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وذكر هنا القاضي ما يتعلق بشرف النبي في الشفاء، وأن كل المدح الذي يقال في رسول الله هو أقل من حقه وأقل من خصائصه، وأنك مهما بالغت في مدحه فإنك لن تصل إلى مقامه. فالإطراء في رسول الله ممتنع، أي لا يقع أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني حفاظا وأدبا على حق الألوهية، وليس لأن أمته تزيد في مدحه حتى تتجاوز به حد العبودية. فمعلوم أن النبي عبد وليس إله، وليس أحد من المسلمين يعبد رسول الله، وهذا هو الإطراء. كل المسلمين لا يعبدون النبي، ولا تجد أحدا يعبد النبي، الكل يحترم النبي ويعظم النبي ويحب النبي. أما أن نعبد النبي، أن نصلي إلى النبي، أن نسجد إلى النبي، هذا لا يحدث ولم يحدث ولن يحدث. وهذا أيضا من خصائصه أنه يمتنع عبادته، لا يحرم فقط، يمتنع أي لا يقع. من خصائصه أن الأمة في هذا الباب ممنوعة ليس منعا شرعيا ولكن منعا واقعيا، أي لا يقع منهم عبادة لرسول الله أبدا. فقوله لا تطروني أي لا يقع منكم ذلك، ليس نهيا فقط، أي هذا لا يقع منكم. لا تطروني أي هذا من باب نفي الوقوع وليس من باب النهي عن الفعل. Dalam hadis jangan kamu melampau dalam memuji aku ini sebagaimana Nasrani memuji, tapi melampau di dalam membesarkan, mengagungkan Isa alaihissalam. Itu dibawa datang hadis ini menunjukkan bahawa tidak akan berlaku semacam itu, tidak akan berlaku semacam itu, kerana apa, sudah ditutup pintu bahawa Nabi SAW itu akan disembah sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Tidak, apa sahaja pujian yang dipuji baginda Nabi SAW itu masih di bawah kemuliaan baginda Nabi SAW. Tetapi Nabi menyebutkan hadis ini untuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menzahirkan tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya perkara itu memang tidak akan berlaku seseorang itu menyembah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fi mihnati ahlihi yuraqqi'u thawbahu wa yahlibu shatahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'lifu nadihahu wa yakhdimu nafsahu wa yahmilu bida'atahu min as-suq wa kana yarkabu al-himara wa yarrifu khalfahu ويعود المساكين ويجاز الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم. ودخل عليه رجل فأصابه من هيبة رعدة فقال له هون عليك فإني لست بمالك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وأما عدله وصدقه صلى الله عليه وسلم فكان يسمى قبل نبوته الأمين. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بكذاب. ولما اختلفت قريش وتحاربت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر الأسود حكموا أول داخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين رضينا به فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوه بأجمعهم في ثوب وتناوله من الثوب فوضعه مكانه بيده وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين من في السماء أمين في الأرض. وأما وقاره صلى الله عليه وسلم فروى أبو داود رضي الله عنه عن خارجة بن زيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه
وقال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد أحصاه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيديه وكذلك كان أكثر جلوسه. وأما زهده صلى الله عليه وسلم فحسبك ما ورد في الأخبار من تقلله من الدنيا وإعراضه عن زهرتها وقد سيقت إليه بحذافيرها وقال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني ومات ودرعه مرهون عند يهودي في نفقة عياله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى مضى لسبيله. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة وكان يلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ ويقسم على من حضر والبردة حسن والبرد الغليظ حسن الله ويقسم على من حضر أقبية الدباش المخوص بالذهب. وفي حديث أن جبريل عليه السلام قال له إن الله يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمعها من لا عقل له. فقال جبريل عليه السلام ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وكان صلى الله عليه وسلم فراشه أدما حشوه ليف وكان ينام على سرير مرمول بالشرائط حتى ربما أثرت في جنبه وكان يشد على بطنه الحجر من الجوع. عن حفصة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسح ينام عليه نثنيه له ثنيتين فثنيناه ليلة ب4 فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة فذكرنا له ذلك فقال ردوه لحاله فإن وطأه منعني الليلة صلاتي. وأما خوفه ربه صلى الله عليه وسلم فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان يصلي حتى ورمت قدمه فقيل أتكلف مثل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي بالليل وكان يقوم الليل وكان يقول لهم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفهمها بعض السلفية بأن الإنسان لا يضحك ولا يبتسم وأنه لابد أن يقدر أن المستقبل سيء وأن الذي سيأتيك شر وعذاب وجهنم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يقول لك الكلام واضح أن المستقبل سيء. هذا يقوله الرسول لمن؟ هل يقوله لسيدنا أبو بكر الصديق المبشر بالجنة لو تعلمون ما أعلم لحدث معك أبو بكر كذا وكذا؟ هل يقوله لسيدنا عمر ولسيدنا علي وللسيدة الزهراء ولسيدنا عثمان؟ هؤلاء كلهم مبشرون وكثير من الصحابة مبشرين وكثير من فاعلي أفعال الخير التي قالها النبي من فعل كذا دخل الجنة من فعل كذا هذا من أمته نحن. كل أولئك مبشرون. فلمن يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في هذا للعموم الذين ليسوا من أهل هذه البشارات الذين لا يلتفتون إلى الله أصلا الذين يعيشون في ظلمات المعاصي والذنوب ولا يفيقون منها الذين لا يقيمون الفرائض. إنسان يقيم الصلوات الخمس ويزكي ويصوم قال له النبي أفلح إن صدق. ما قال له لو علمت ما أعلم لضحكت قليلا ولا بكيت كثيرا. لم يواجهه بهذا. من يؤدي الفرائض لا يوجهه النبي بهذا. هذا كلام يوجه لغير أبي بكر ولغير الصالحين. ولذلك لابد كلام النبي يوجه لأهله لا يوجه لكل أحد.
dalam ayat hadis ini Nabi SAW disebutkan mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan ketawa sedikit, menangis banyak. Jadi seolah-olahnya ada orang memahami bahawa hadis ini menggalakkan orang itu supaya bersikap pasif, bersikap tidak ceria, kerana itu semua bertentangan dengan hadis ini. Padahal banyak sahaja peristiwa yang Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat. Ini masuk syurga, ini masuk syurga, orang buat begini masuk syurga, kamu buat macam tu ialah perbuatan ahli syurga. Maka perkataan-perkataan begini perlu melihat kepada konteks dan sasaran, kepada siapa Nabi berkata. Dan hadis ini merujuk kepada Nabi mensasarkan kepada orang-orang yang bergerumang dengan maksiat, orang-orang yang tidak mahu taat. Maka sudah tentulah sebahagian daripada risalah Nabi untuk memberi mereka ancaman supaya mereka kembali semula kepada Allah SWT. Jadi hadis-hadis yang semacam ini yang memberi ketakutan dan sebagainya, konteksnya sangat terhad, iaitu merujuk kepada orang-orang yang memang perlu ditakutkan agar mereka kembali kepada Allah. Adapun dalam keumuman, Nabi SAW sentiasa memberi kabar gembira dalam kehidupan Nabi SAW kepada para sahabat. ومن أجمل ما فسر به كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أن هذا حاله يخبر به الصحابة عندما يقولون له هون عليك يا رسول الله، فيقول لهم لو تعلمون ما أعلم، أي لو أن في قلوبكم وضع من الرحمة ما وضع في من الله، ولو أنكم وضع فيكم من المعارف مثل ما وضع في لكان لكم مثل ما ظهر علي من البكاء الكثير ومن الرحمة والشفقة على الأمة، ليس على أبو بكر، من الشفقة والرحمة على العصاة ومن الشفقة والرحمة على الكافرين. فالنبي أبو الجميع، والد الكل، هو أبو الكون وأبو العالم، هو رحمة للعالمين، وليس لأبي بكر الصديق فقط. فهو لا يبكي على أبي بكر الصديق، هو يبكي على أمة الدعوة التي لم تجب دعوته وذهبت في طريق الشيطان وتستقبلها بعد يوم القيامة النار. هو يبكي على أولئك، يتذكرهم فيشفق عليهم فيبكي، فيقل ضحكه ويكثر بكاؤه وحزنه لأجل غيره، لا لأجل الناجين من أمته، لا لأجل الصالحين، لا لأجل من يرتدون المساجد. Dan hadis ini menjawab kepada persoalan sahabat yang kadang-kadang melihat Nabi SAW berada dalam ketakutan, dan Nabi SAW lebih mensasarkan kepada apa yang baginda SAW tahu, kepada kesan-kesan buruk yang akan berlaku kepada ahli maksiat dan sebagainya. Jadi seolah-olah Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, atau kalian rasa apa yang aku rasa terhadap syafaqah, belas kasih kepada orang-orang yang bergelumang dengan maksiat, yang menjauhi Allah itu, kalau kalian ada perasaan hal macam aku yang merupakan kepada umat manusia dan sebagainya, maka pastilah kalian akan merasakan keadaan takut aku terhadap mereka yang memang akhirnya mendapat keburukan. Tetapi ini bukan diceritakan kepada kondisi orang-orang yang sudah beramal soleh, keadaan para sahabat yang sudah baik. Itu tidak ke arah menakutkan mereka begitu. وعن عبد الله بن شخير رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أزيز كأزيز المرجال. وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سننه فقال المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي وذكر الله أنسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم صلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي وعن غيره وثمرة فؤادي في ذكره وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي فسبحان من منحه هذه الأخلاق الجميلة. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله أشرف المنازل والرتب وجعل درجاتهم أفضل الدرجات. قال سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين
وعن أنس رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا وقال سبحانه وتعالى في الثناء عليهم بعد ذكر إبراهيم عليه السلام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى قوله صراط مستقيم فوصفهم بالإحسان والصلاح والتفضيل والهدى والاجتباء وما ذكرناه قطرة من بحور خصائصه صلى الله عليه وسلم وحديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه فيه صفة حسنة من صفاته صلى الله عليه وسلم فراجعه في الشمائل وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما اختصه الله به ليس ما ذكر في الكتب، وإنما ما ذكر في الكتب وما ذكره القاضي عياض وغير القاضي عياض ما هو إلا قطرة في بحر الفضائل التي أعطاها الله والتي لا نعلمها نحن. لذلك مدحنا لرسول الله لا يفي بما أعطاه الله له، هو أقل بكثير، فنحن في مدحه مقصرون، ونحن في مدحه لا نفي بحقه أبدا. فأين نحن من الإطراء؟ الإطراء هو التجاوز بالعبد إلى الألوهية، والمسلمون يمدحون رسول الله لم يجاوزوا العبودية ولم يجاوزوا قطرة من بحر فضائله. Ini semua ini merumuskan kepada kita bahawa sebenarnya pujian-pujian yang dipuji berdasarkan hadis-hadis, bahkan siapa-siapa sahaja yang memuji baginda Nabi SAW itu sebenarnya di bawah kemuliaan dan keistimewaan dan kesempurnaan Nabi SAW. Kalau kita baca hadis-hadis umpama ini, bagaimana kita boleh membayangkan pujian yang boleh mengatasi apa yang disebutkan dalam hadis-hadis umpama ini? Maka tidak mungkin ada orang boleh berlebih-lebihan di dalam memuji, di dalam menganggungkan Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan hadis-hadis umpama ini menunjukkan jauh kedudukan baginda SAW itu untuk dipuji oleh mana-mana manusia. الباب الثالث في عظم قدره في الدارين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بناؤك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. وفي الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني قوله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام واسترضعت في بني سعد فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض وفي رواية 3 رجال بطست من ذهب مملوءة ثلجا فأخذاني فشقا بطني وفي رواية من نحري إلى مزاق بطني ثم استخرج منه قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. وفي حديث ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم ثم قال أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمته فوزني فرجحتهم ثم قال زنه ب100 من أمته فوزني فوزنتهم
ثم قال زنه ب1000 من أمته فوزني فوزنتهم فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال أحدهما لصاحبه خطي بطنه خط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي فما هو إلا وليا عني كأنما أعاين أو فكأنما أعاين الأمر معاينة. قال سهيل رضي الله عنه وهذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة لم يولد به النبي صلى الله عليه وسلم بل وضع عند ذلك. وفي صحيحين عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال رأيت خاتم النبوة مثل زر الحجلة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى المكي وغيره أن آدم صلى الله عليه وسلم قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي فقال اللهم له بما عرفت محمدا قال رأيت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لولاه ما خلقتك. وأما الإسراء به صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده الآية لا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم. واختلف السلف والعلماء هل كان بالجسد أو بالروح على 3 أقوال. الأول أنه بالروح، الثاني أنه بالجسد، الثالث أنه بالجسد إلى بيت المقدس وبالروح إلى السماء. واحتج هؤلاء بظاهر الآية وبأن إلى للغاية وبأن التعجب وتمدح غنما وقع بذلك ولو كان إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه بالجسد في اليقظة كما ورد بذلك صحيح الأخبار وليس بمستحيل في قدرة الله تعالى. وأيضا لو كان بالروح لقال بروح عبده وقال سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولا استبعده الكفار ولا كذبوه. وفي مسلم رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. وفي رواية فاستصعب عليه فقال له جبريل عليه السلام أبي محمد تفعل هذا والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا. قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل عليه السلام فقيل وما معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم عليه السلام ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما فرحب بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعاتها من حسنها.
فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. ذكر هنا عروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، 7 سماوات طباقا اخترقها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ممتنع كونا في العلم، لا يمكن فعل هذا، ولكنه حدث مع النبي. قال النبي كما في صحيح البخاري: إني لست كهيئتكم، أخرجه البخاري. هيئة النبي وخلقته وتكوينه ليست مثلنا، ينزل عليه الوحي، الجمل الذي تحته لا يتحمل فيبرك الجمل من شدة وطأة الوحي، والنبي يتحمل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل يتشقق لو نزل عليه القرآن، لكنه نزل على قلب سيدنا محمد وما تشقق قلبه بل تحمل، لأن الله هيأه لذلك. فعروج الله به إلى السماوات لأنه هيأه لذلك. انظر مركبات الفضاء عندما تذهب إلى ذلك الغلاف الجوي وليس السماء الأولى، ماذا يلبسون وماذا يعدون وكم ينفقون؟ والله عز وجل هيأ نبيه لذلك بقوله كن فيكون. إنه سيدنا محمد، إني لست كهيئتكم، مختلف، شيء عجيب، شيء مكنه الله من رؤية الله. قال سيدنا موسى: أرني أنظر إليك، فقال: لن تراني. لسيدنا محمد هيأه فجعله يراه وجعله يصعد إلى السماوات السبع. كل ذلك يبين أن خصائص سيدنا محمد مختلفة، أنه معجز، أنه مقدس، أنه مخصوص، أنه ليس كالبشر. قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ليس بشر مثلكم هكذا، مثلكم أي في الشكل في الصورة، أما في الحقيقة يوحى إلي، عندي هيئة مختلفة. من منا يوحى إليه؟ من منا يتحمل الوحي؟ من منا يتحمل الأنوار إذا انكشفت عليه؟ إذا انكشفت على الإنسان الأنوار قد يختلط ذهنه ويقول: ما هذا؟ أنا لا أريد هذا الطريق بهذه الأنوار. هذا النبي هو معدن الأنوار نفسها ومصنعها صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi SAW itu Allah SWT memang menyediakan tubuh bagi Nabi SAW itu mempunyai persediaan yang luar biasa. Maknanya bukan hai'ah. Keadaan Nabi SAW itu tidak seperti mana manusia biasa, sebagaimana diisyaratkan dalam kisah Mi'raj. Mi'raj, Allah bawa naik Nabi ke langit 7. Itu menunjukkan sudah jelas keadaan tubuh badan ataupun fizikal Nabi SAW itu bukan seperti manusia biasa. Walaupun manusia biasa itu surah Nabi SAW itu macam manusia, tetapi yuha ilai, diwahyukan kepada Nabi SAW. Wahyu itu sendiri kalau turun kepada gunung itu hancur, turun kepada gunung itu hancur. Tetapi wahyu diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi yatahammal, Nabi boleh menanggung wahyu itu. Jadi ini tubuh seorang insan yang boleh tembus langit ke-7. Kita kalau nak naik di tahap-tahap tertentu saja mungkin boleh boleh mati dan sebagainya. Tetapi ini menunjukkan Allah SWT memang menjadikan Nabi SAW dengan persediaan yang sempurna itu sebagai memuliakan Nabi SAW. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إنهم 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة.
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله تخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وفي رواية عند ذكر السماء السابعة ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وفي رواية قال كل نبي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام قال له والابن الصالح. وفي رواية إن سدرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما. وذكر البزار رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الحجاب الذي يلي الرحمن فبين هو كذلك إذا خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل عليه السلام من هذا؟ قال والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكانا وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعة هذه. فقال الملك الله أكبر الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر. ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الآذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فأما أهل السماء فيهم آدم عليه السلام ونوح عليه السلام. وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالكرامة فقال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أهل التفسير عسى من الله واجبة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال هي الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة تدرون لما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون لذلك اليوم فيقول لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول ائتوا إبراهيم عليه السلام خليل الله فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول ائتوا موسى عليه السلام عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول ائتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتون عيسى عليه السلام فيقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق إلى ربي فأستأذن عليه فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع لأمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع إلى ربي فذكر في الثانية والثالثة مثل ذلك قال ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد ولا فخر فآدم عليه السلام ومن سواه تحت لوائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبدا. وأما محبة الله له صلى الله عليه وسلم فيدل لها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى عليه السلام ربه كلمه الله تكليما وقال آخر فعيسى عليه السلام كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت كلامكم
إن الله سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى عليه السلام نجي الله وهو كذلك، وعيسى عليه السلام روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا، وهو مكتوب في التوراة خليل الرحمن. ومعنى الخلة الاختصاص أو الانقطاع إلى الله أو الصفاء أو المحبة. وتسمية إبراهيم عليه السلام ونبينا عليهما الصلاة والسلام بالخلة لصفائهما وانقطاعهما عما سواه. وأصل المحبة الميل إلى المحبوب، ومعناها في حق جل وعلا تمكينه لعبده من السعادة والعصمة والتوفيق وكشف الحجاب عن قلبه حتى يكون كما قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. واختلف في المحبة والخلة، فقيل هما سواء، وقيل الخلة أرفع لحديث لو كنت متخذا خليلا غير ربي إلى آخره، ولم يتخذه، وقد أطلق المحبة لفاطمة وبنيها وأسامة وغيرهم. وعن بعض المتكلمين المحبة أرفع لأن الخليل يصل بالواسطة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، والحبيب يصل بلا واسطة ثم دنا فتدلى. والخليل قال حسبي الله، والحبيب قيل له حسبك الله، والخليل قال واجعل لي لسان صدق، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك. وأما ما يدل على فضله من أسمائه فأحاديث أخرجه الإمام مالك رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وفي رواية أنه قال: لي 10 أسماء، فذكر ال5 المذكورة، قال: ونبي الرحمة ونبي الراحة ورسول الملاحم والمكتفى والقيم. ومن أسمائه المزمل المدثر وعبد الله قثم. ومن أسمائه في الكتب المتوكل المختار المقدس وروح الحق والطيب والفاتح والخاتم في التوراة أحيد. ومن أسمائه رؤوف رحيم وحق ومبين وبشير ونذير ونور وسراج وشهيد وكريم وعظيم وجبير وشكور وصادق ومصدوق وعفو وهادي وعزيز. وهذه الأسماء مشتقة من أسمائه تعالى وصفاته تشريفا له صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه النبي الأمي والمصطفى والرسول والمجتبى وأبو القاسم والسيد ولد آدم وصاحب التاج والقضيب واللواء والبراق والنجيب والحجة والسلطان والعلامة والبرهان. وأوصافه صلى الله عليه وسلم وألقابه في الكتب كثيرة، وتقدم بعضها وفيما ذكرناه كفاية. والتعليق عليها في أول المجلس القادم إن شاء الله.